للوهلة الأولى قد تكون الأحلام مجرد سيناريوهات خيالية تتخذها عقولنا عندما ننام، ولكن ماذا لو كان هناك ما هو أكثر من مجرد قصص نرويها للآخرين أو نكتب عنها بعد ذلك عندما نستيقظ؟ على الرغم من عدم وجود أي دليل علمي يثبت أن الأحلام لها معنى خاص، لسنوات عديدة تمت دراسة الأحلام لتعزيز الوعي الذاتي بشكل أفضل ولمساعدتنا على فهم ما يزعجنا في حياتنا اليومية. وفقا للأخصائية الاجتماعية والمتخصصة في الأحلام سوزان بيركمان، فإن الأحلام هي لغة غالبا ما تخلق صورا متقنة من المفهوم العاطفي. هل أدركت مواضيع معينة تحلم بها مؤخرا وكثيرا؟ هنا سنتكلم عن 6 معاني للأحلام الشائعة. أولا، أن تكون ضائعا أو محبوسا. هذا حلم شائع عند كثير من الناس، وهذا يعني أنك غير متأكد من الخطوة التالية التي يجب عليك اتخاذها في ظرف معين من الحياة الواقعية. الناس التي تحلم بالضياع في الغابة أو مبنى كبير أو أي متاهة في الغالب يشعرون بالإرهاق ولا يمكنهم العثور على أي مخرج. هذا يعكس الإعباءات التي تحصل لهم في الحياة، مثل الإعباءات الجسدية والمادية والعاطفية التي يواجهوها في الحياة الواقعية. ثانيا، الفرص الضائعة. هل حلمت يوما بالتأخر وفقدان فرصة كوسائل النقل العام، مثلا حافلة أو قطار أو تاكسي؟ في كثير من الأحيان يميل الأشخاص الذين يحلمون بمثل هذه السيناريوهات إلى تفويتهم إلى شيء ما في جزء من الثانية. في الحياة الواقعية قد تعكس هذه الأحلام مشاعر الندم التي يشعر بها لعدم ملاحقته ما كان يريد في الحياة، سواء كان ذلك يعني عدم ذهابك إلى الكلية التي تحلم بها أو التي أردتها على سبيل المثال، أو عدم تقديمك على الوظيفة أحلامك في الوقت المحدد. ثالثا، مشاكل في السيارة. عادة ما يجد الأشخاص الذين يحلمون بمثل هذه السيناريوهات أنفسهم في سيارة أو بالقرب منها، أما أن تكون راكب أو سائقا. عندها تواجهك عطل في السيارة، كمثال توقف في الفرامل أو ثقب في إطار السيارة أو حتى اصطدام. في الحياة الواقعية يعني هذا عادة شعورك أنك لا تمتلك السيطرة على موقف معين، أو أنك قد تواجه مشكلة في المستقبل. رابعا، الفشل في الاختبار. على عكس ما يبدو عليه الأمر، فإن الأشخاص الذين يحلمون بهذا السيناريو عادة ما يكونوا أصلا قد تخرجوا منها أو أكملوا المدرسة. يتضمن السيناريو مشكلة في عدم وجودك لغرفة الاختبار أو عدم استعدادك بسبب قلة دراستك أو فقدانك للقلم حتى والممحى مثلا. يشير هذا إلى أنك تشعر بالاختبار في الحياة الواقعية، مما يجعلك قلقا بشيء ما يخبئه لك المستقبل. خامسا، أن يتم مطاردتك. هذا حلم شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق في كثير من الأحيان. عادة ما يحلمون بأنهم مطاردون من قبل حيوان أو شخص ما، أو حتى شيء لا يمكن تحديده ما هو. في الحياة الواقعية قد يعني ذلك أنك تحاول الهرب من موقف معين أو عاطفة لست مستعدا لها. وهناك شيء آخر وهو فقدان الأسنان. قد يشير ذلك إلى أنك لا تشعر بالأمان في الحياة الواقعية وأنك غير جذاب. سادسا، الغرق أو السقوط. الأشخاص الذين يعانون أو يحلمون بمثل هذه السيناريوهات غالبا ما يجدون أنفسهم يسقطون من بناية مرتفعة، أو أنهم في المحيط وحدهم ويشعرون بالعجز والارتباط. والمفهوم الخاص لهذه الأحلام هو الموت عادة، ولكنها في الحقيقة غير ذلك، وأنها تشير إلى أنك غير راضٍ عن مكانك في الحياة، وأنك تحتاج إلى مسار جديد واتخاذ قرارات جديدة. شكرا للمشاهدة.